Hey guys، كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن ازاي نبدأ الترم التاني صح. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدأ الفيديو. اول حاجة هديكم نصايح لبداية الترم التاني صح. هديكم 10 نصايح. اول نصيحة وهي حاولوا تستفادوا من النتيجة. ازاي هنستفاد من النتيجة؟ اول حاجة تشوفوا انكم اكتر ما تغلطوا فيها ايه وتبدأوا تحاولوا تحسنوا فيها. تبدأوا تاخدوا مثلا انتوا كنتوا بتاخدوا مع مدرس معين، ممكن تشوفوا مدرس غيره او هو ممكن هو اللي كان صح بس انتوا اللي قصرتوا، فحاولوا تدوها كمية او وقت اكبر. مثلا انتوا بتذاكروا في العربي والرياضة والانجليش والتاريخ والفرنسي كل مادة ساعة، بس انتوا في الفلسفة هي اللي انتوا قصرتوا فيها في الترم الاول. زي اول حاجة هتبدأوا تعملوا ايه؟ تشوفوا مثلا انتوا بتذاكروا ساعة عربي، حاولوا تخلوا الفلسفة ساعة ونص ساعتين كده. تاني نصيحة وهي حاولوا ما تراكموش، ذاكروا اول باول. انتوا بتكونوا انتوا لسه هتبدأوا في البداية اهو، فخدوا قرار انكم انتوا مش هتراكموا خالص. هتاخدوا الدرس، هتروحوا من البيت تاكلوا تشربوا تعملوا اي حاجة انتوا عايزينها وتقعدوا كده ترتاحوا شوية وبعدين تبدأوا تذاكروا اللي خدتوه في الدرس. لو عملتوا كده كل يوم انتوا مش هتراكموا، مش هتحتاجوا يعني ايه تتعبوا وتاخدوا جهد اكبر عشان تكونوا لسه فاكرين الدرس المستر لسه قاله. اما لو قعدتوا 3 ايام بعدين بدأتوا تذاكروا هتبدأوا اكنكم هتذاكروه من الاول خالص عشان انتوا مش فاكرين الشرح. تالت نصيحة وهي اعملوا تو دو ليست بالحاجات اللي عليكم. في منكم مش عارف يعني ايه تو دو ليست. اول حاجة بتجيبوا تو دو ليست مثلا، اوكي، وبتبدأوا تكتبوا تو دو ليست وتكتبوا المهام اللي عندكم. انتوا مثلا عندكم درسين، تكتبوا الدرس الاول، الدرس التاني كذا عربي، الدرس التاني رياضة مثلا، وتبدأوا تعملوا قدام كل درس او كل مهمة تعملوا علامة دايرة يا اما مربع، وتبدأ كل ما تخلصوا حاجة تعملوا علامة صح. هتحسوا بجد بشعور حلو جدا وهيكون تحفيز اكتر وهتكونوا عايزين تخلصوا كل اللي انتوا كتبتوه. رابع نصيحة وهي اهم نصيحة، نراجع على الدروس اول باول. على فكرة سر الاوائل ان هم بيراجعوا كل فترة على الدروس القديمة، يا اما كل اسبوع بيدوا يوم ان هم يراجعوا على اللي فات. عشان هتيجوا ليلة نص المنهج مثلا عديتوا نص المنهج وانتوا نسيتوا كل اللي فات. طب ليه ما تبدأوا اول باول؟ كل ما مثلا واحدة تبدأوا تراجعوا عليها، كل ما تخلصوا مثلا باب تراجعوا عليه، فبالتالي هتيجوا ليلة الامتحان وانتوا فاكرين اوريدي كل حاجة، عايزين بس مراجعة سريعة كده. خامس نصيحة وهي ننام كويس. ما تستهونوش بالنوم ابدا عشان نعرف نركز، مش نقول انا مش هنام النهاردة عشان اخلص الحاجات اللي عليا، لا، ننام ونصحى بدري افضل بكتير. وحاولوا تعودوا نفسكم من البداية قبل ما المدارس تبدأ انكم تناموا بدري وتصحوا على الفجر كده عشان تقعدوا تذاكروا، عشان بيكون حلوة قوي، عشان بيكون وقت حلو جدا. سادس نصيحة وهي نحل كتير. حاولوا تحلوا كتير، تدريبات كتيرة، تدريبات على كل درس. انتوا مثلا عليكوا في اليوم ده درسين انكم تذاكروه، ولكن بدأتوا متأخر شوية وعايزين تناموا، فذاكرتوا درس وعايزين تخلصوا اللي عليكم، فبدأتوا تذاكروا الدرس التاني وما حليتوش وقلتوا يبقى نحله بكرة. ما تعملوش كده، الافضل انكم تسيبوا الدرس التاني لبكرة بس تحلوا على الدرس الاول اللي ذاكرتوه، عشان الحل بيثبت المعلومة. لما لو جيتي حليتي في يوم بقى تاني هتلاقي ان انتي نسيتي الدرس. سابع نصيحة وهي لخصوا الدروس. عشان كل فترة قلنا لازم نراجع بدل ما اقعد اقرا الشرح كله تاني، وهنتعب علينا وهناخد وقت اكتر وهنضيع وقت اكتر، فتبداوا تقراوا او تذاكروا من الدروس اللي انتوا عملتوها. وملاحظة لازم تلخصوا بنفسكم، تعملوها بطريقتكم اللي انتوا عايزين اعملوه في التلخيص.
تعمل نصيحة وهي ما نضغطش على نفسنا في البداية، ما نبدأش بحماس قوي عشان هتيجي في الآخر مفيش حماس. فأبدأ تدريجيا في الأول كده بالراحة، أبدأ أذاكر بالراحة، مثلا أذاكر ساعة في اليوم، ساعتين. أبدأ أجي كده مثلا قربنا يعني إيه، قربنا ندخل لنص المنهج، أبدأ لا أزود كده، وهكذا نبدأ تدريجيا. تاسع نصيحة وهي ابعدوا عن السوشيال ميديا، ابعدوا. وأهم حاجة برضو ابعدوا عن الريلزات، الشورتس، بجد أهم نصيحة. حاولوا لو يعني هتسمعوا، لو هتسمعوا يعني تسمعوا فيديوهات من الطويلة، ويا ريت تكون الفيديوهات طويلة ومفيدة في نفس الوقت، مثلا بودكاست، تلخيص كتاب مفيد، فيديوهات ناس بتحبوها بتشجعكم على المذاكرة، مثلا زي روتيناتي. حاولوا وانتوا بتذاكروا تبعدوا عن الموبايل، ابعدوا. واول ما تخلصوا اللي انتوا عليكم كافئوا نفسكم، اقعدوا واسمعوا اللي انتوا عايزينه في فيديوهات اللي انتوا عايزينها، اي حاجة، ولكن ابعدوا عن الريلزات والشورتس عشان بتخلي في تعفن في الدماغ. عاشر نصيحة وهي حاولوا تذاكروا بدري الصبح. النصيحة بقولها لنفسي بجد حلوة جدا وبتفيد جدا، وبتكونوا في الوقت ده في اعلى تركيزكم. بصوا، هي دماغنا زي ايه، زي الكوبايه دي الفاضيه. اول حاجه هي بتكون الصبح ما فيهاش اي حاجه كده مش موجوده فيها، بتبدا بقى تكون معلومات كده طول اليوم. مثلا راحت تجيب حاجه، راحت الدروس، حصلت حاجات، خبطت في بنت، قعدوا يتكلموا كده، قعدوا يلموا على الناس كده، فتبدأ بقى تتملي دماغك بالمعلومات والحاجات اللي حصلت في اليوم. فتيجوا بالليل خلاص مفيش مكان انكم انتوا تحطوا معلومات تانية، مفيش، ولو حطيتوا هتكون صعبة قوي ومش احسن حاجة، مش هتكون مرتاحة في مكانها. فحاولوا الصبح ما يكونش فيه اي حاجة، مفيش اي منبهات في الدماغ، فاحسن وقت للمذاكرة. ويتصلوا الفجر كده وتقعدوا بقى ومفيش صوت في البيت، كله نايم، فبجد حلوة جدا. بس كده كان خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي. اولا لو انت مش عارفاني، انا رانيا، بعمل روتينات، نصايح، مذاكره، فيديوهات، ستادي ويز مي، تطوير ذات. فلو مش عاملين سبسكرايب اعملي سبسكرايب.